ثواني ثواني، السلام عليكم. نزل البار. انت هنا بتتمرن بالبار حر. اخطر حاجه ممكن تتمرنها غلط وتعمل لك مشاكل التمارين الحر. لازم وانت تتمرن حر تكون متمكن جدا من الحاجه اللي انت بتعملها، زي ما قلنا، لان هي هتعمل مشاكل كبيره. وانت بتتمرن بالبار، البار بيحدف منك لقدام، فكل ما البار هيحدف لقدام هيحمل على اسفل الظهر، لان مفيش داعم هنا في المنطقه الاماميه، مفيش اي حاجه سانده هنا قدام، فالعضلات بتاعت اسفل الظهر هي اللي هتبدا علشان تامن. هي هنا عامله انقباض ثابت، فالانقباض الثابت هي ماسكه الكور، ماسكه الوسط علشان تتحكم فيه، عشان تقدر تتحكم في الوزن وترجعك بيه تاني، تعمل انقباض بيه. فانت كمان البار لو تقيل شويه هياخدك وتقع، مفيش حاجز هنا. تخلي بالك دايما وانت بتتمرن التمارين الحره تتقنها، يا اما هنخش على جهاز تاني، بس الاول هعلمك ان هنا هتلعب ازاي. امسك البار، خلي رجلك في عرض كتفك، تعال رجلك في عرض كتفك، افتح رجلك تاني، وبتنزل بالبار فوق وجه القدم، فوق مشط رجلك، فوق مشط القدم، ونزل راسك لقدام، بس هكذا. اطلع بس، وانزل تاني، نزل وشك لقدام بس. خلاص، انزل عند وجه القدم، ايوه جيد، واطلع تاني زي ما بتنزل. اطلع، هيبدا يشتغل معايا العضلات دي اللي في النص، الميدل ترابيزيوس، لان عملنا هنا حاجه اسمها ريتراكشن. خلاص، ولما بنرجع لورا قوي هيدخل معايا الكتف الخلفي. خلاص، كل ما بترجع وتلمس. طب مش عايز المس، يبقى انزل لغايه هنا، مش هستهدف معايا الكتف الخلفي. دي انت وراحتك، سيب بقى البار، ندخل على اللي بعديه، يلا بينا. هنا بقى الجهاز بيكون امن شويه، لانك هنا حاجز برجليك، فبدل ما الحجز كله او الشغل كله كان على اللي هو اللي كان ماسك مثبت الحوض، بقت الرجل مساعده شويه، فانت رجلك هنا ثابته، الركبه متنيه شويه. العب، اسحب بس، وسيب سيب 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 سيب، ودي ودي تاني، ودي بس. اسحب وارجع تاني، وانت بتسحب انفخ وارجع خد نفس. ممتاز. ترجع تاني، بتسحب ظهرك ما يتحركش، زي ما انت كده. ممتاز ممتاز، ما شاء الله عليك. يبقى كده احنا عرفنا لو مش عارفين نتمرن بالبار هندخل على الجهاز هنا، وده بديل ليه وبديل ليه وبديل امن. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ ايه في اليد.